السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم نتكلموا فيه على الكلاش اللي واقع حاليا ما بين الرابور طون بيك وبوز فلو. طون بيك جاوب رابور بوز فلو فواحد التيست تراك. التحليل ديالنا لهاد التراك ما غادي يكون بطريقه مختلفه، لا داعي باش نخدم التراك وبدا نسمعو ونبداو نحللو، حيت الاغلبيه ديال الناس يكونوا ديجا سمعوا التراك، عارفين الكلمات وعارفين كلشي. حنا غادي نهضروا على الخطاب وجوهر الفكره، نحاولوا نفهموا شنو تقال، واش كيخدم الهويه والسلطه او ايديولوجيه ما، واش كيركز على رموز او مجازات اللي كيستعملها الفنان باش يوصل الرساله ديالو. هذا الشيء اللي نحاولوا نطرقوا ليه في هذا الفيديو باش نكونوا في السياق ديال الكرونولوجي ديال الموضوع. اللي بدا هذا البيف راه هو بوز فلو، نحطوكم في صوره عامه من بعد ندخلوا في التحليل والتدقيق. بوز هو اللي بدا الكلاش، كان ديجا كلاش بيك في التراك ديالو ازو. تحليل بنيه الخطاب ديال التراك شوكه. دون بيك دائما كيخدم على لغه المواجهه، فيها في الاخر، يعني فيها نفي الخصوم، ديما تيحاول يبين الخصم ديالو ضعيف مزيف صغير. فيها تاكيد للذات اللي انا هو الاصل من الرمز وحيد للراب. الفلسفيين هذا كيحيلنا على منطق الهويه. الوجود ديال دونبيك ما كيتمثل الا بوجود الاخر كيهاجمو، وهذا تيرجعنا باللي بوز فلو هو اللي هاجم اولا، وهنا جا دونبيك تيرد باش يثبت لانه هو وتاكد لانه هو الاصل وهو رمز الراب في المغرب. ايديولوجيا التراك كيعيد نفس البناء القديم الى الراب في المغرب. الجيل المؤسس او الدراسه القديمه كيواجه الموجه الجديده باش يثبت الشرعيه ديالو. ثالثا ايديولوجيات المتخفيه في الكلاش او ايديولوجيات اللي مستعمله في الكلاش. دون بيك ديما مرتبط بالواقعيه الاجتماعيه، يعني تيحاول يدار على المغرب الشعبي، استعراض الطبقه، دائما الرمزيه. كيقدم راسو بحال داك الجاد فادر، مازال كيأثر وكيشهر الراب الساحه الفنيه ديال الراب. شوكا ايديولوجيا ماشي غير كلاش موسيقي، هو محاوله استرجاع السلطه الرمزيه على المجال اللي باقي فيه دون بيك كمؤسس تاريخي. المفارقه الفلسفيه، البيف بحال حوار ديال جدريتي اطروحه الاصل الشرعي. بوز فلو نقيض الموجه الجديده الثوريه. النتيجه ممكن تكون تركيب جديد في الراب المغربي، جيل جديد ولكن بجذور قديمه. بمعنى اخر شوكا ماشي غير جواب، بل لحظه ديال الجدل الفلسفي على من له الحق تعريف الراب المغربي. خلاصه شوكا واكثر من كلاش. ايديولوجيا محاوله لاعاده تثبيت الهيمنه الرمزيه البيك قدام موجه بوز فلو واللي مات. فلسفيا تعبير عن صراع الهويات داخل الحقل الفني، شبيه بالجدل بين الاصل والثوره. رمزيا شوكا عنصر صغير لكن يقلب الموازين ويذكر الاخرين بوجود شخص اللي باقي حاضر. اخوان كان هذا هو التحليل ديالنا لهذا الطرح. يعني نتمنى يكون هذا الاسلوب في تحليل خطاب فني اغاني او تراكات الموفمون ديال الراب ونال الاعجاب ديالكم، وخلونا كان عندكم شي ملاحظه او افكار جديده، نتمنى تخليوها في التعاليق. السلام عليكم.